السلام البنات. بونجور لي في هاي جايز. الوصفة ديال اليوم جد رائعة، هي عبارة عن تحلية أو كيك اللي هو يا ساهل وكيجي لذيذ وهشيش، وانتم غتشوفوا معايا بعينيكم. وبالنسبه لطريقه التزيين راه كاينين عده طرق، انا نقترح لكم 3 طرق باش تزينوا هذا الكيك وانتم لكم مواسع النظر. اذا هنايا نبداو بالمقادير. عندنا 3 البيضات، كاس لاروب العنبه ديال سنيده، كاس لاروب العنبه ديال الزيت، كاس لاروب العنبه ديال الماء ولا الحليب اللي عندكم. انا ندير غير كاس لاروب الماء. عندنا 2 خميرات وفانيا، وكنحتاجو كذلك الدانيت الشوكولا والفلون غنصو غنديروه في الكيك ونصو غادي نزينو به. اذا هنا كنديرو 3 البيضات كما كتشوفوا معايا. انا كندير المقادير كلها في دقه واحده، ما كنبقاش يكذب على الكذاب هذيك ديال الباطور، بلاتي نطلعوا البيض بوحدو والصفر بوحدو باش كيكه كتجي كيكه كتصدق. هاد الطريقه بحال الخبز شحال هذيك كنا كنبقاو ندلكو فيه، دابا وليتي كتخليه كترخ في العجينه وكتخليه كيخرج زوين. اذا هنايا انتم كما كتشوفوا ضفت البيض السنيده والزيت، ودابا ضفت نص الكميه ديال الفلون كما كتشوفوا معايا. الفلون انا استعملت الفلون ساشي الكبيره ديال 4 دراهم، هذاك اللي استعملته استعملت نص ديالو ديال الشوكولا وخليت نص نديرو في التزيين. اذا هنا البنات كنستمروا في التحريك الخليط حتى كيمتزجوا ليا جميع العناصر. من بعد غادي نضيفوا الدقيق، نحاولوا ندخلوا الكميه كامله اللي عندنا 250 غرام. ومن بعد ملي غادي نخلطوها غادي شويه ثقيله، غادي يجيكم الخليط شويه ثقيل، ولكن حنا باقي عندنا كاس ديال الماء باقي ما دخلناهش في الخليط، كنخليه هو اخر حاجه، هو اللي كينفخ لينا العجينه وكيخليها تجي لنا هشيشه، وهذا هو السر ديال الكيك ديالي. اذا هنا كما كتشوفوها كتجي شويه ثقيله على هذا الشكل هذا. كنديروا داك الكاس ديال الماء، نستمروا في التحريك حتى كيولي عندنا خليط متجانس، خليط بحال الخليط ديال الكيك العادي كيكون شويه خفيف. اذا هانتوما كتشوفوا معايا صافي كنبداو نحركوا. في الاول كيبان لكم شكل، من بعد كيدخل داك الكاس ديال الماء كيولي بان عادي. هنا غادي نضيفوا الجوج اكياس الخميره اللي قلت لكم في الاول صافي، وغادي نخلطوها وغنديروها في الاناءات اللي غيدخلوا للفرن. والفرن ضروري يكون سخون، او ديجا سخنا على درجه حراره 180، وهذا ولا كاع تقدروا تسخنوا على 200 درجه ومن بعد ترجعوه ل 180 وتدخلوا الكيك ديالكم. هنا غيبقى عندنا فقط الفلون، نصف الكميه الفلون اللي استعملنا، والكاس ديال دانون ديال الشوكولا، اي مارك ماشي ضروري هاد الجوده، تقدروا تستعملوا دانون اي مارك. وهنا راه كما كتشوفوا انا درتهم في اناء اللي غادي يكون غنحطوه فوق النار. درتهم مع كاس الماء. اذا ديك نصف الكميه الفلون مع دانون ولا دانيت ديال الشوكولا مع كاس ديال الماء، ودرتهم فوق النار حتى كيغليو. هما باش غادي نزينو ما ديروهمش دابا، ديروهم حتى تخرج الكيك، حيت فيه الفلون دغيا كيجمد وغادي يتخسر لكم، غيولي لكم زعما خصو يدار سخون فوق الكيك عاد باش كيبرد على وانتي كديريه على الكيك وهو كيبرد. اذا هنا كنديروا تقريبا نصف الكميه اولا نصف الاناء كنعمروه بالكيك. حاولوا ما ديروش عامر بزاف باش ما يفيضوش ليكم، كنديروا غير النصف. هنا شدت لي 3 المعالق، وكنبقى غادا بنفس القياس فيهم كاملين باش يجونا تقاده واحده. اذا هنا كما كتشوفوا انا غادي نستمر في ملء الاواني اللي غيدخلوا للفرن. هنا استعملت هذا الاناء هذا باش في التزيين نوريكم طريقه اخرى. اذا تقدروا تستعملوا اي اناء عندكم، والتزيين راه كيبقى لكم الاختيار، تزينوا كما بغيتوا. اذا هنا انا غادي ندخلهم الفرن كما قلت لكم. هنا خرجوا بعد ما دخلتهم الفرن طابوا ورديت لهم البال نورمالمون 25 دقيقه باش طيب الكيك كاع جميع انواع الكيك. اذا هنايا بديت كنعمرهم كما كتشوفوا البنات، راه دغيا كتجمد، خاصكم ديروها وهي سخونه فوق الكيك. يعني كي تخرجوا الكيك عاد باش طيبوها، ماشي طيبوها والكيك زعما باقي في الفرن. هنا انا خديت واحد القليل من البسكويت كنحكو فوق منه، هذه فكره من افكار ديال التزيين. والاخرين زينتهم بالعاديين، زينتهم بالنوتيلا كما كتشوفوا معايا.
زينتهم بالنوتيلا والكاوكاو. هذه زينتها باللي بقى ليا من الفلون مع شويه الكاوكاو مقلي مقلي ومهرمش. وهنا كما كتشوفوا راني زينتها بالنوتيلا والكاوكاو، والاخرين راني زينتهم بالبسكويت. تقدروا تستعملوا اي بسكويت عندكم تحكوه من الفوق كيعطي منظر. اذا هادو هما الافكار ديال الكيك اللي صايبنا اليوم، كنتمنى تجربوه. وسورتو راه السر ديال نجاح هذا الكيك هو هذيك الساشي ديال الفلون والكاس ديال الماء اللي كتزيدو في الاخر. راه كتجي ما نقولش لكم هشيشه بزاف، بحال تقولوا احسن من هادوك، احسن من ديال المحلات البنات. اذا هنا الكيك كما كتشوفوا معايا كيجي اسفنجي رائع لذيذ. كنتمنى تجربوا. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، وما تنسونيش من لي لايك باش تقترح الفيديو ديالي للمشاهدين اخرين. وكنتمنى نتلقاكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش لي كومونتير. الى اللقاء.